بالقاسم حبة معروف في الوسائط العلمية بالعربي الأكثر اختراعاً على مستوى العالم، لحصوله على عدد كبير من براءات الاختراع، 1500 براءة اختراع حالياً. البروفيسور حبة عالم جزائري في الإلكترونيات، ولد سنة 1957 بولاية المغير الجزائرية. زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى ثانوية الأمير عبد القادر بتوغورت بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 1974. التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، التي حصل منها على شهادة في الدراسات المعمقة في الفيزياء سنة 1980. بعدها حصل على منحة إلى جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية وأخرى في علوم المواد، ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الطاقة الشمسية. التحق البروفيسور حبة بشركة IBM عملاق الحواسيب، وعمل على تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. بعد هذه الرحلة عاد البروفيسور حبة إلى الجزائر، وتحديدا إلى جامعة بسكرة، التي عمل فيها أستاذا لمدة قصيرة، ما لبث أن غادرها إلى اليابان بعد حصوله على عرض من شركة يابانية للانضمام إليها ليكمل أبحاثه حول تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس، كما عمل أيضا على تصغير الأجهزة الإلكترونية. بعد 6 سنوات من العمل في اليابان عاد البروفيسور حبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المرة قرر أن يغير استراتيجيته، حيث فضل الانضمام إلى شركة ناشئة بدلاً من الشركات العملاقة، وذلك ليجد الحرية الكاملة لتحقيق طموحاته العلمية. في سنة 1996 التحق البروفيسور حبة بشركة إنجليزية كباحث ومخترع، التي كان هدفها العمل على تصغير حجم الهواتف النقالة. وبعد مدة وجيزة ساهم عملهم في نشر تكنولوجيا تستخدم فيما يقارب كل هاتف نقال يباع اليوم، والذي يؤمن لهم حصة فيه. بعدها قام بإنشاء شركة متخصصة في التوصيل ليبيعها فيما بعد لشركة سامسونج. بعد التحاقه بشركة أخرى إنجليزية، قام هو وفريقه بتطبيق تكنولوجيا في الشركة في مجال الذواكر، لتستعمل هذه التقنية في ذاكرة الحواسيب والكاميرات المستعملة في الهواتف النقالة والبلاي ستيشن 2 و3، التي كان البروفيسور حبة صاحب اليد فيها. وفي سنة 2013 تلقى عرضا من شركة جوجل، ولكنه فضل العودة إلى مركز البحث الذي بدأ فيه والذي لا يزال فيه إلى الآن. يحمل البروفيسور حبة في جعبته ما يفوق 200 اختراع، وبما أن كل اختراعاته له عدة تطبيقات، فقد بلغ حجم براءات الاختراع عنده ما يزيد على 1500، منها ما يزال قيد الإنجاز، كما كان له شرف تصميم أصغر نسخة للمصحف الشريف. يعمل البروفيسور حبة في خدمة مجتمعي العلم والأعمال العربي بشكل مستمر، من خلال تقديمه المحاضرات والتوجيه المتخصص للشركات الناشئة داخل وخارج الولايات المتحدة.